الإيطاليين في صقلية بيتكلموا عربي، يعني عندك كلمة مسكين اللي بيقولوها مسكينو بدل بوفيرينو، زبيبو اللي جاية من الزبيب، وكروبة اللي جاية من الخروب. صقلية كانت تحت الحكم العربي في القرن التاسع الميلادي، وده كان ليه تأثير عميق على الثقافة والفن واللغة. والحقيقة إن العرب سابوا علامة ما تتنسيش هناك في الثقافة وأسلوب الحياة واللبس، وحتى في الأكل. هم اللي دخلوا الرز والبتنجان في المطبخ الإيطالي. وفي الفن العرب استخدموا تقنيات تحفة وجديدة في العمارة، زي الزخارف الهندسية والعمارة الإسلامية الحلوة دي. عندك مثلا قصر الديسا في باليرمو، وزي ما احنا شفنا في اللغة العربية لسه عايشة هناك، في العادات كمان وفي التقاليد. وكمان عندك بيقولوا سكر وبيقولوا مشمش. والحقيقة ان التأثير ده ما وقفش في صقلية بس، ده كمان راح في حتة تانية قريبة زي نابولي، واللي هناك بيقولوا على البرتقال برتقال، وده بدل ما يقولوا أرانشا. وبس كده، تشاو.